السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بصورة مبدئية على الموعد المقترح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم المقررة عام 2025 المرتقب تنظيمها في المغرب. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس استنادا إلى مصدر في لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي كاف، فإن نهائيات كأس إفريقيا للأمم كان المغرب ستنظم ما بين شهري يوليوز وغشت 2025. وكشف المصدر اتفاق مبدئي بين كاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025 وتحديدا في شهري يوليوز وغشت. وأكد المصدر أن الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي فيفا بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت هذا الشهر في ساحل العاج، مبرزا أن الموعد المقترح حاليا في الفترة من 20 يوليوز إلى 16 أو 17 غشت 2025. ويطرح تنظيم النسخة المقبلة مشكلة مختلفة، فإقامتها في يناير وفبراير لا تترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية بعد اعتماد التواريخ التي وافق عليها فيفا لتصفيات مونديال 2026، في حين أن تنظيمها في يونيو ومطلع يوليو سيتعارض مع مونديال الأندية الموسع الذي ينظمه فيفا في الولايات المتحدة بين 15 من يونيو و13 يوليوز بمشاركة 32 فريقا بينها 4 أندية إفريقية. في المقابل، كشف الاتحاد المغربي مطلع فبراير الجاري على هامش إعلان تجديد الثقة في مدرب المنتخب وليد الركراكي أن البطولة ستقام صيف 2025. يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات مونديال 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وكشف المصدر أن الاتحاد الأفريقي ناقش مقترحا بتأجيل البطولة عامين لتستضيف المغرب نسخة 2027 على أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2029 قبل أن يتم رفض المقترح تماما. وتابع أن المغرب أبدى رغبة مؤكدة في استضافة البطولة في فصل الصيف. وفاز المغرب بحق استضافة البطولة في شتنبر الماضي بعد انسحاب ملف الجزائر وآخر مشترك لنيجيريا وبنين.